يا الله بسم الله. استئناف. أتمنى ما تجي رسالة فجأة أنت أسجل. تولد الفراشات من أمنيات تقبع في القلوب، يا وتسير تبدي لهدى المباراة السراج الثانية. المباراة الأولى فيحقق كانت ذاك الحلم الدفين. المشكلة بأن البنك وصل 200 عند فريقنا العراقي، فكانت أكو مشكلة كلش كبيرة من ناحية البنك. فليكن قناعي شاهدا هسه على حاليا فناء الشر من هذا الردهب العالم. بالسيرفر التركي، فأنتم تعرفون أن الإنترنت بالنسبة للعراقيين بالسيرفر التركي هو في عالم 90 تسوده ظلمة أو المخاوف حتى والأعداء يوصل 80 سينير نجمي 90 عالية إلى أكثر من 150. مجرد سلاح. ما المفروض أن يوصل لل200 بالسيرفر التركي. وبالنسبة للفريق الأوروبي أو الأشخاص اللي يلعبون الأوروبي فهم كذلك 90، ما دام القتال يلهب ومفروض عروقنا ما حتى يوصل النهاية 200 بس سنكتب يوصل، يعني مو مصيرا في نفس العراقي. آخر كل حكاية. الجماعة اللي إنترنتهم عراقي يكون السيرفر عندهم أفضل، البنك عندهم أفضل. أوكي هسه حاليا جا نشوف إن فريق سأسمعك لحنا الكيميكازي يذيقك من المعاناة حضر ألما. أبطال استخدموا الفريق الأوروبي بالمباراة اللي فاتت، اللي هو الساحر والمحارب مالتهم اجوا حضروا. فنشوف هسه المباراة. أول اختيار الفريق الأزرق، فريق الكيميكازي، الفريق العراقي الميج، بنقاء الثلج الأبيض الفريق والنحاس الليبي الثقيل كذلك القارس هارس. اختيار يفخر جميل. الساحر لحماية أنت لديك موطنه. الوسامة وأنا لدي الذكاء. سيسيليون. يختار فريقك بطلا. حاليا ما أتوقع أنا عباس القائد يختار من البداية قائد الكيميكازي اللي هو يلعب جنجل. المحارب صعد، والرامي كذلك صعد. يختار فريقك بطلا. اختار البطلة إيرسل اللي هي نفسها بالجيم اللي فات. مع العلم أن المحارب بالجيم اللي فات ما لعب. محمد قائد فريق ذا هنتر لعب بدال قاتل الأخ فريقك بطلا. يلدا. جميل. الأخوة اللي صاعدين وياي بالديسكورد بالمكالمة إذا تريدوا تحجون أخذوا راحتكم، نقدر أن نقص الصوت مالتكم نشيله. وهاي تجربة للأداء الصوتي للفيديوهات، فحتى احنا ما عندنا معلقين، وانا اصلا مو معلق قوي، اصلا مو معلق اصلا. فاذا عندكم شيء او تحبون تحكون اخذوا راحتكم، واذا ما تريدون انت كذلك مهمتي براحتكم. أن أحمي الحيوان. فريقك بطلا. سيدي، ما هو طلبك؟ يختار فريقك بطلا. دائما أمضي في طريقي. يختار فريقك بطلا.
أتوقع نشوف إن تيم فايت قوي من الفريق الليبي. شوف خفرة. لنرى ماذا يوجد تحت هذه شفت القمم. عباس أصعد سماك الكتاب وروجر. أرى الكثير من الفرائس. يختار فريقك بطلا. شوف الجنجل مال الفريق الليبي، فريق فرسان النار. فاير نايت. اختبار تم ألفا. تشغيل ألفا. تشكيلة تيم فايت. أتوقع الجيم كلش قوي ما شاء الله من الفريقين. نشوفهم هواي مكثرين من التنقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم مرة ثانية من المباراة الودية اللي تجمع بين الفريقين، اللي هو كاميكازي العراقي وفرسان النار الليبي. وأنا الصراحة متشوق للمباراة والمواجهات اللي حتصير بينهم، ويعني ما شاء الله الفريقين مبدعين باختيار الأبطال. يعني هنا نشوف سيسيليون ليت جيم، وعندك خفرع وبادانج وهارث، يعني اختيارات جيدة الصراحة. ولو نلاحظ ان في تيم فرسان النار في 3 اشخاص واخذين التنقية، فهيك يكونوا واخذين استحياطا من عند ناحية الستنات. أهلا بك في مواجهة الأبطال. وبسم الله نبدأ المباراة اللي تأملين منها إبداع من الفريقين إن شاء الله. انطلقت جميع القوات. وهنا نشوف ان روجر والفا هم الاثنين بدأوا في الريد باف. وهنا نشوف محاولة من خفرة سرقة البف، لكن شكله تراجع. وعندنا أول تيم فايت 3 ضد 3، وأول كل فيرست بلود الأورورا. وعندنا أيضا يرد سيسيليون. ونشوف ان الفا مقنك على بادانج في الاكس بي لين، وفي نفس الوقت نشوف روجر مقنك على هارث. وللحظة هذه الفريقين يعني شبه متشابهين من ناحية الجولد اللي بينهم. ونشوف ان الفا قرر هو ماتيلدا يبدو بالترتل وهيلدا من تحت، وجاي روجر وخفرة من فوق. وانسرقت السلحفاة وهيلدا كل على روجر.
وانا اشوف فرسان النار مسوين انفيد على ريد باف حق الجنجل. لكن يا اخوان لو تلاحظون تحركات ماتيلدا في الماب وربي يعني ابداع. ونشوف روجر يهجم على سيسيليون وماتيلدا سولو. بس والله صعب اول سلحفاة في الجيم، هي اللي تعطي الافضلية يعني من ناحية الجولد ومن ناحية الخبرة بداية الجيم. ثلاثة فوق من فرسان النار، وتحت بدانج وهيلا فايت. وعندنا أنا مواجهة بين هارث، لكن هارث يتفوق على أريثل، لكن روجر يجيب الكل. عندنا ماتيلدا ضد ثلاثة، وصول ألفا متأخر. ونشوف اثنين على روجر، لكن سيسيليون بالفيرست ومات. عندنا كلنا هيك يعني النتيجة تصير 4-2 لفرسان النار. عندنا فايت هنا اوكي ألفا، وعندنا كل لصالح كاميكازي على ألفا من أريثل بسبب خطأ واضح، يعني دخل عليه بنص التاور. ولكن عندنا أريثل محاصر من هارث وماتيلدا وسيسيليون. اوكي، ونشوف الفزعة من بدانج وكل ثاني لأريثل، والتعادل تصير النتيجة 4-4. ونشوف فرست من بادانج وثلاثة ضد ثلاثة، اثنين من فرسان النار لو اتش بي. وهنا عندنا كل صالح خفرة على سيسيليون. ونشوف على جانب الماب ان روجر قاعد يفوكس في التاور من ناحية الاكس بي لين. وعندنا سلحفاة، لكن لحد اللحظة هذه ما في احد بدأ فيها. ونشوف فايت 2 ضد 1 ألفا ماتيلدا على روجر، كل لكن لا، ضاعت عليهم فريق فرسان النار. ونلاحظ انه في فرق جولد لصالح فرسان النار على كاميكازي، والنتيجة لحد اللحظة 6-7 لصالح فرسان النار. وعندنا استئناف سريع ممكن بسبب البنج بالسيرفر. وعندنا فايت 1v1 هارث ضد أريثل، لكن هارث والدمج هارث اوكي، والفزع من عند خفرة، والتعادل يجي 7-7 والكل الأورورا ينحسب. والصراحة إبداع من خفرة اللقطة اللي فاتت،
يعني جاء بالوقت الصح الصراحة يعني، وانقذ اريثل. ولاحظ ان سيسيليون وماتيلدا مسوين انفيد على بلو باف حق روجر، ولكن ياخذها بسلام. وعندنا هنا الفا بدأ في السلحفاة، وروجر يشوف من بعيد. اوكي، والسلحفاة تنحسب الفرسان النار. وللحظة هذه تعادل 7-7 من ناحية الكلات، ولكن في فرق صالح فرسان النار. من ناحية الجولد 20,000 للكاميكازي، و22,000 اوكي صارت 23,000 الفرسان النار. والصراحة نشوف خطة فريق فرسان النار من ناحية التنقية يعني أفادتهم في الجيم هذا. وعندنا ملاحقة من فوق. اوكي، وكل الروجر بس اريثل على هارث. وعندنا خفرة هنا. يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب. والت ناجح من عند أورورا، وكل الخفرة. ونشوف متابعين أنا الريمونتادا من بعد كانت 7-6 لصالح فرسان النار، الآن صارت 7-9 لصالح كاميكازي العراقي. ونشوف إن في تيم فايت جاي، عندنا خفرع وروجر. وخفرع يبدأ، عندنا آلت ماتيلدا، لكن نشوف كل سيسيليون بالفيرست، ويتراجع فريق كاميكازي. وكل ثاني الألفا داخل التاور. ونشوف ضغط من فريق فرسان النار، والنتيجة تعادل 9-9 من ناحية الكلات. وعندنا لورد، لكن جنجل حق فريق كاميكازي ميت. ونعم بدأ في اللورد. من هذه الزاوية نشوف تقدم البدانج، لكن سيسيليون بالسكند. ونشوف تراجع البدانج واريثل. ونعم ايزي لورد قصدي الفريق فرسان النار. وفي الوقت هذا من المباراة نشوف ان فريق النار الليبي متفيد، مع ان الكليات متعدين 9-9. ونشوف روجر في محاولة في الكلين من فوق، كلين الويف، لكن اوكي عندنا تيم فايت هنا، ودمج قوي من سيسيليون. هل فيها كل؟ لكن لا، يجي بدانج، والت ناجح من عند أورورا مرة ثانية، لكن ماتيلدا تاخذ الكل على بدانج. وهنا نشوف تقدم الفريق النار على فريق كاميكازي من ناحية التارات حتى يعني. ونشوف روجر قاعد يحاول يقتل اللورد، لكن شافوه. اوكي تراجع. واحسن شيء في تيم فريق النار يا اخي، قاعدين يعني يتابعوا بعض، فاهم يعني، خطوة بخطوة، يعني حتى الغلطات عندهم قليل محسوبة. ونشوف تقدم مع اللورد على التاور الرئيسي اللي ما قبل البيز، ولكن يموت اللورد ويتراجع فريق النار. وعندنا روجر في هذه اللحظة.
وظهور اللورد، ويبدأ في فريق النار مرة ثانية. عندنا تحت هيلدا مع روجر. بس يعني انا ما فهمت، يعني في بداية المقطع لو تتذكرون زميلي قال ان في تراجع يعني ملحوظ الفريق كاميكازي. وعندنا مع التوب اللورد جاي مع ألفا، ويتبع التيم الليبي فرسان النار. وعندنا أنا هي تاخذ التور الرئيسي مع اللورد. عندنا فايت هنا وكل ألفا على خفرة، ويتراجع الفريق. والله صعب الفريق العراقي الصراحة، وقتل توج ألفا مرة ثانية، وتربي الكل ما شاء الله. لكن شد من عند أورورا، وهنا نشوف أورورا ما عنده بسف، لكن قاعدة تعطل عملية انهم ينهوا الجيم، مع انها صعبة يعني ضد 4، ويبدأ سيليون وشط الأورورا، وهارث كل على روجر، لكن روجر كل على هارث، واستئناف على السريع. وهنا نشوف فوكس بيز وانتهى المباراة، وكان النصر من صالح فريق فرسان النار الليبي اللي يبدعوا صراحة يعني. ونشوف MVP مستحق الأورورا. وعندنا بالجانب الآخر ماتيلدا أيضا مستحق، يعني ماتيلدا تحركاتها أقسم بالله يعني أسطورة في التحرك في الماب. وعلى كذا تكون انتهت المباراة، والنصر كان حليف فريق فرسان النار اللي يستحق الجدارة. يعني معكم AS لاني تغطية المباراة.